مرحبا، أنا الشامي واليوم نحن بمهرجان الحمامات العريق لأول مرة مع جمهور تونس. لا شك إنه الحب جزء من كل مراحل العمر، من كل إنسان موجود. حتى بهذا الجزء من العمر الحب له حصة مني، ولكن الشغف والطموح والمستقبل والأمل وكل الأشياء الفنية اللي عم بعملها هي الجزء الأكبر بحياتي اليوم. الحقيقة أنا بشوف إنه الوجه الآخر للحزن هو العبرة والأمل. ما في حزن عبثي أو بلا معنى، فكتير مهم نحكي بحزننا، بس الأهم نحكي شو توصلنا، شو نتيجة هذا الحزن. وهذا السر بأني أنا بحكي عن حزني وبغني عن حزني، ودائما بورجي النتيجة بحياتي. وجعي بيمثل جيل، ووجع جيلي بيمثل وجع، لأنه أنا عايش مثلهم، أنا عشت وجعهم وهن عم بيعيشوا وجعي. نحن ببقعة جغرافية قريبة من بعضها ثقافيا واجتماعيا وعلى جميع الأصعدة، فلا شك أنه مهما كانت الاختلافات موجودة، بس الأكيد الوجع قريب الشعور من بعضه. فدكتور هي بتمثل وجعي الشخصي وتجربة أنا مريت فيها، بس لمست جيل. أنا عم بنضج وموسيقتي عم تنضج معي. كانت الموسيقى عم تتحرك أكتر لأنه كان عمري وحياتي عم تتحرك أكتر. هلأ موسيقتي عم تشبهني بما أني أنا عم صير أنضج. ما بيقولوا في شغلة أنا كنت دايما تابعها، بشوف ليش كبار السن بيكونوا هادين وبيسمعوا الموسيقى الهادية وحياتهم هادية، أو بيحبوا تكون حياتهم هادية، لأنه النضج بيمثل الهدوء. فكل ما موسيقتي رايحة لمكان أهدى، لمحل فيه ركوز أكتر، ما يتناسب مع عمري، حأكبر معه. كان حلم بيوم من الأيام من أحلامي أن يكون فنان عربي مطلق. ما بعرف إذا وصلت له أو لسه بدي كتير شغل. إنه أنا وقفت على مسارح الخليج العربي ومصر وبلاد الشام، واليوم أنا بالمغرب العربي في تونس تحديداً بأهم مهرجانات تونس. لا شك إنه الاستراتيجية تبعي بتتضمن خطة إني أنا أكون فنان عربي مطلق، وكان جزء من طرح موسيقتي هو من خطتها إني أنا أصيب جمهور المغرب العربي. إن شاء الله حقدم لكم سهرة حلوة بتليق بجمهور تونس اللي معروف عنه بالشامي وقبل الشامي بعشرات السنين هو جمهور مزوق وسميع، ونقدم لكم سهرة من العمر إن شاء الله.